السلام عليكم متابعي قناة أنس ستيف موفي. تم اليوم إجراء قرعة إصابة الأبطال الأوروبية والتي ستعرف مواجهات قوية، خاصة مجموعة الموت التي يتواجد فيها كل من باريس سان جيرمان، بروسيا دورتموند، ميلان الإيطالي، نيوكاسل الإنجليزي. ونخليكم مع المجموعات وكذلك التحليل. نبدأ بالمجموعة الأولى مشاهدينا، وفيها نادي بايرن ميونخ ومعه مانشستر يونايتد، نادي كوبنهاغن، وأيضا نادي جالاتا سراي. طبعا يعني البايرن والمان يونايتد يذكرون ذلك بنهائي عام 99. الفريق الإنجليزي كان فاز فيه بهدفين مقابل هدف واحد، النهائي الجميل، نهائي تاريخي. إذن كوبنهاغن وجالاتا سراي مع بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، ذلك في المجموعة الأولى. نواصل مشاهدينا مع المجموعة الثانية، وفيها نادي إشبيليا بطل الدوري الأوروبي الذي خسر كذلك كأس السوبر أمام المان سيتي ممثلا لإسبانيا، ومعه نادي أرسنال الإنجليزي الذي يعود بعد آخر مشاركة في عام 2017، من ثم نادي بي اس في ايندهوفن الذي تأهل من الملحق، وكذلك نادي لونس وصيف بطل الدوري الفرنسي. هذا في المجموعة الثانية. نواصل مع المجموعة الثالثة، وفيها بطل إيطاليا نابولي بعد أكثر من 3 عقود 33 عام، مع ريال مدريد أكثر الأندية تتويجا 14 مرة، ونادي براغا الذي يعود بعد غياب طويل، ومن ثم نادي أونيون برلين الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي الألماني. مشاهدينا نواصل مع المجموعة الرابعة، وفيها نادي بنفيكا البطل مرتين سابقا، ونادي إنتر الإيطالي وصيف بطل النسخة الماضية، ونادي زالزبورغ النمساوي، ومن ثم نادي ريال سوسيداد ممثلا لكرة القدم الإسبانية في المجموعة الرابعة. في المجموعة السادسة نادي فاينورد بطل هولندا، وأتلتيكو مدريد ممثلا لإسبانيا، الفريق الذي وصل أكثر من مرة، الخامسة عفوا، الممثل كرة القدم الإسبانية الذي وصل أكثر من مرة من النهائي دون إحراز اللقب، نادي لاتسيو الإيطالي، وسيلتيك الاسكتلندي. إذن هذه المجموعة الخامسة: فاينورد، أتلتيكو مدريد، لاتسيو، ونادي سيلتيك. بنا إلى أقوى مجموعة على الإطلاق، مجموعة باريس سان جيرمان بطل فرنسا، المجموعة السادسة، معه نادي بوروسيا، الفريق اللي التقيا قبل في عام 2019 2020. ميلان بطل 7 مرات لهذه البطولة، ونيوكاسل العائد بعد أكثر من 20 عاما ممثلا لكرة القدم الإنجليزية. من ثم في المجموعة السابعة مجموعة البطل المان سيتي مع فريق لايبزيغ، يتجدد اللقاء بين الفريقين، نتذكر الصباعية كبيرة للمان سيتي في شباك لايبزيغ. ومن ثم نادي النجم الأحمر الصربي، وأيضا فريق يونغ بويز السويسري المتأهل من مرحلة تأهيلية. في المجموعة الثامنة والأخيرة برشلونة في المجموعة الثامنة مع نادي بورتو البرتغالي، وأيضا نادي شختار دانياتسك الذي تعودنا عليه يواجه ريال مدريد، هذه المرة انتقل لمواجهة فريق برشلونة. ومن ثم فريق رويال أنتورب ممثلا لبلجيكا في هذه البطولة. إذن هذه المجموعات. طيب كابتن، بالنظر إلى المجموعات الثمانية، ما تقييمك أنت للمجموعات التي يمكن أن نشاهد فيها، لا نقول مفاجآت، ولكن طفرات لبعض الأندية، أو المجموعات التي لن تقلق راحة الأندية الكبيرة في نهاية الأمر؟ صحيح، مجموعة بنفيكا، الانتر، سالزبورغ، وريال سوسيداد. ريال سوسيداد فريق جيد، وفريق عنده امكانيات، وفريق ممكن يعمل مفاجاه في المجموعه هذه. بي اس في ممكن. يونيون برلين ما هو سهل. يونيون برلين ما هو سهل، فريق جديد، فريق جاء في المرتبه الثالثه، وفريق عنده امكانيات باش. حتى اتلتيكو لازيو وسيلتيك دائما يخافوا. السيلتيك مخيف، لماذا؟ لانه كره اخرى،
طريقة لعب أخرى، مازال يحافظ على الكرة الإنجليزية، الكرة اللي تعتمد على القوة البدنية، لأنه نعرفوا بداية الدوري شهر سبتمبر يبدأ تشامبيونز ليج، يعني بسرعة. إذا ماكش حاضر ماكش مهيئ نفسك ممكن تفاجأ. ولهذا لهنا كما قلت باريس سان جيرمان أنه من المباراة الأولى لازم يكون حاضر. الفريق اللي يخسر 3 نقاط باش يلقى صعوبات كبيرة، ولهذا تكون هناك مفاجآت في معناتها بداية المجموعات، لكن أعتقد أن 90% من الفرق الكبيرة باش ترشح على الأدوار المقبلة. 90% مفاجآت. ذكركم مشاهدينا أن النهائي النسخة الحالية التي ستبدأ في غضون 3 أسابيع سيكون في استاد ويمبلي الذي يحتضن النهائي للمرة الثامنة تحديدا في الأول من يونيو. يعني صحيح أن مر من فترة صعبة والآن يلعب بثوب بطل الدوري الإسباني، لفيف من اللاعبين الشباب مميزين. تشافي هرنانديز الفريق عاش مرحلة ماليا كانت صعبة، ولكن بدأ ترتيبها حاليا بالرافعات الاقتصادية سواء من داخل إسبانيا ومن خارج إسبانيا. يبدو البارسا هذا الموسم مختلفا كابتن، سواء محليا أو كذلك لربما أوروبيا. صحيح. أنا الخوف السنة هذه والمشكلة الكبيرة هو في المدرب تشافي. أنا اختياراته لازم تكون هامة جدا وفي مصلحة الفريق، لأن شاهدناه بالنسبة لي أنا السنة هذه عنده دفاع جيد، عنده لاعبين جيدين في الدفاع، عنده 3 في المحور جيدين أو 4 لاعبين، عنده ممكن نتدبوا كونسيل مش عارف نتدبوه أو لا، مع بالدي على الجال، عنده وسط ميدان قوي في بيدري كاندوغان وروميو واللاعب ديونغ اللي مر فترة جيدة، وعنده هجوم. التعامل مع الشباب لاعبين الشبان هام جدا بالنسبة لتشافي، هما اللي باش ينجحوه. لأن بالنسبة لي أنا اللاعب مثلا لامين اللي هو شاب عمره 16 سنة، هل ممكن تلعبه موسم كامل؟ صعب. كأساسي صعب. ولهذا ما تعملش اللي عملته مع بيدري وغافي. بيدري نشوفوا اليوم بيدري دخل في مشكلة مرحلة صعبة جدا، أن اللاعب هذا أصبحت إصاباته كبيرة. ولهذا لأنه في أول موسم ليه لعب أساسي مع برشلونة، لعب أساسي مع المنتخب، لعب أولمبية، معناتها اللاعب هذا قتلوه. استنزف. مش معقول لاعب عمره 18 19 سنه يلعب تحترق ورقته مثل فاتي مثلا. هذا هو فاتي في وقت ما، وغافي حتى غافي. ولهذا ما يلزموش يتعاملوا مع لامين مثل ما تعاملوا مع بيدري، لانه لاعب عمره 16 حتى بدنيا ما تكونش اللاعب هذا 16 سنه، رغم انه عنده امكانيات كبيره وكبيره جدا، لكن التعامل مع اللاعب هذا هام جدا، والتعامل مع لاعبين الشباب هام جدا. رحيل ديمبلي بطبيعه الحال. ديمبلي انا بالنسبه لي انا ما استفادش منه كثير البارسا، هو استفاد من البارسا، اصاباته كانت كثيره، لعب كثير مباريات، ما عطاش في المباريات الكبيره ما لقيناش ديمبلي، وافضل لما رحل اللاعب هذا وباش يعطي فرصه كبيره للاعب لامين ورافينيا باش يكونوا هما اساسيين على الجهه اليوم. لكن بالنسبه لي انا اهم شيء هو اختيارات المدرب تشافي، هو اللي باش لانه عنده امكانيه باش يلعب بفريق جيد، وعنده امكانيه باش مع السنه هذه يلعب ينافس على البطوله وممكن المنافسه على دوري الابطال. طيب قبل الحديث مشاهدينا عن الجوائز فقط كلمه عن بايرن ميونخ، هذا كبير اوروبا، وائل عن البايرن مع وجود هاري كين كقوه هجوميه كبيره، ولكن لربما قد نقول بأنه إمكانية لنادي برشلونة هذا الموسم لكي يصنع أو يجدد عهده مع التتويجات بلقب دوري الأبطال. لماذا؟ لأنه البارسا يعيش مرحلة إيجابية. صحيح النادي يعاني من حكاية الرافعات المالية التي تعيقه هنا وهناك لاستفادة من هذا اللاعب أو لاعب آخر، ولكن مع وجود لامين جمال كموهبة صاعد ابن 16 عاما، مع وجود المدرب تشافي الذي بدأ يضع لمساته بشكل واضح جلي وبين على الفريق، هذا لربما يشي بأن فريق البارسا قد يكون مختلفا عما تابعناه في المواسم الأخيرة في مسابقة يحبها وتحبه. نتابع تقرير باسل طبال عن الأندية الإسبانية لا سيما ناديان كبيران الريال والبارسا. بطل أوروبا يعود من جديد بآخر موسم لنسخته الحالية قبل أن يتغير كل شيء في 2024-2025. برشلونة يحلم باستعادة اللقب القاري الغائب من عام 2015، لكن النادي لم يكن محظوظا في الموسم الماضي وجاء في أصعب مجموعة مع بايرن ميونخ والإنتر بالإضافة إلى فيكتوريا بيلزن. مع البايرن خسر ذهابا وإيابا.
أما مع الإنتر فلم يحصل إلا على نقطة واحدة على ملعبه، مع العلم أن الفريق الإيطالي وصل للدور النهائي. بايرن والإنتر خسرا في المسابقة على يد مانشستر سيتي البطل. برشلونة من أهم الأندية في أوروبا، وربما هو ليس المرشح الأبرز لإحراز اللقب. لا تنسى أن الفريق لديه مشاكل وخسر لاعبين مهمين مثل ديمبلي وبوسكيتس، لكن البارسا لديه لاعبون شبان وقام بتدعيمات مهمة. على الأقل يجب أن يكون في الدور ربع النهائي هذا الموسم. الأمور هي أكثر إيجابية هذه المرة. برشلونة في الموسم الماضي عانى من إصابات كثيرة خلال دور المجموعات، ونفس اللاعبين تعرضوا للإصابة الآن. كما يأمل البارسا أن يكون هذا الموسم مختلفا، فهو لم يتخطى دور المجموعات في آخر موسمين. الهدف هو بلوغ الدور الثاني، وانطلاقا من هذه النقطة كل شيء سيكون ممكنا لفريق يكتسب المزيد من الثقة والنضج، وبمجموعة من الشباب الطامح لتحقيق الإنجازات مع بطل الليغا الحالي. والآن بتدعيمات لافتة أبرزها غوندوغان الفائز بآخر نسخة قارية مع فريقه السابق مانشستر سيتي، من حق جماهيره أن تحلم باللقب. إعادة اللقب القاري في دوري أبطال أوروبا في موسم ينتظر أن يكون حامي الوطيس. باسل طبال، بين سبورتس، برشلونة.